الرد المغربي على الإساءة السنغالية جاء بطريقة عبقرية لم يتوقعها أحد، وبالتحديد على رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم وهيئة مغربية ترفع القضية للقضاء الدولي الرياضي. الرد المغربي ما تعطلش، جاب الزربة في أقل من 24 ساعة على الإساءة ديال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم اللي نسب ديك الشغب كامل ديال النهائي المسؤولين الكبار في السنغال، واتهم الجامعة الملكية بالفساد والسيطرة على الكاف. ولا يخفى عليكم شكون اللي من نور هاد الاتهامات واللي خلاها تكبر وتنتشر. عرفتوهم ياك؟ الجيران ديالنا الافاضل الجزائر. ومن بعد احداث نهائي الكان زياره رسميه لرئيس وزراء السنغال الى المغرب. اذا شنو هو الرد المغربي على اساءة السنغال؟ وشنو هو السبب ديال زيارة رئيس وزراء السنغال الى المغرب؟ وشنو هي اهم التفاصيل اللي وقعت في هذه الزيارة؟ هاد التفاصيل كاملة غنعرفوها في هذا الفيديو، ونبداو على بركة الله. تخيل معايا ديك الاتهامات كامله اللي اتهم بها رئيس الاتحاد السنغالي المغرب كيسيطر على الكاف، المغرب شاري الحكام، وكيتهم الجامعه الملكيه بالفساد والغش. هادشي كامل قالوا في ندوه صحفيه قدام العالم. وهاد السيد اللي قال هاد الكلام هذا ماشي شخص عادي، هاد السيد هو رئيس الاتحاد السنغالي، يعني مسؤول كبير في السنغال. وجه هاد الاتهامات للمغرب بلا حجه بلا دليل، غير جيب يا فم وقول. وركز وتبع معايا مزيان، رحنا غاديين خطوه خطوه. هاد التصريحات ديال هاد السيد انتشرت كالنار في الهشيم، وعاد زيد الاعلام الجزائري كيزيد يخوي الغاز على النار باش تشعل مزيان ويضربوا في سمعه ومصداقيه المغرب اللي دار لهم احسن تنظيم في افريقيا وبشهاده العالم. وفي هاد التصريح هذا رئيس الاتحاد السنغالي كيف ما قلت في الفيديو اللي فات قال ان ديك الاحداث ديال الشغب والانسحاب اللي وقعت في النهائي ماشي غير صدفه ولا رده فعل، لا، وانما هي اوامر جاتهم من عند السلطات السنغاليه. وهذا الكلام خطير جدا. ديك الشغب وديك الروينه كامله وديك الانسحاب هي اوامر من السلطات العليا في السنغال، وهذا اعتراف مرعب بانهم دخلوا السياسه في الرياضه مع سبق الاصرار والترصد. وهنا المغرب بطبيعه الحال كيف ما متوقعين كاملين ما غاديش يشوف السمعه ديالو كتطعن، وان هاد الناس نصبوا عليه وداروا ليه مؤامره في قلب بلاده، ويسكت على هاد الفضيحه وعلى هاد الشيء كامل. وحتى شي واحد فينا ما غادي يقبل ما غادي يرضى ان المغرب يسكت وينسى. لذلك دخلت واحد الهيئه مغربيه في القضيه. وشكون غتكون هاد الهيئه؟ هي هذيك هيئه المحامين المغربيه. هيئه المحامين المغربيه جمعت نسخ من ديك التسجيلات كامله، لا سواء اللي فيها اتهامات موجهه للمغرب، لا سواء اللي فيها اعترافات بانهم دخلوا السياسه في الرياضه وداروا ديك المؤامره باش يربحوا النهائي. هيئه المحامين جمعت الدوسي ديالها فيه جميع الادله والحجج والاعترافات والاتهامات، وشدوا الكار ديريكت ورفعوا القضيه للقضاء الدولي الرياضي او المحكمه الرياضيه بحال. وهذه خدمه نقيه ما عندنا ما نسالوهم. ودخلوا المحكمه الرياضيه الدوليه في هذه القضيه باش هي اللي تحكم وتبث فيها. ودابا فاش رفعوا عليها الدوسي كيسينوا الحكم ديال هذه المحكمه، واكيد غادي يكون حكم قاسي على السنغال يقدر يوصل حتى لسحب اللقب ومنع السنغال من المشاركه في كاس العالم، وينزلوا عليها بعقوبات ماليه كبيره، لان داك الشيء اللي داروه بشهاده العالم كيستحقوا يتعاقبوا عليه. ودابا ما علينا غير نسينو لان هذه القضيه كتاخذ وقت شويه. ومن بعد هذه الاحداث وهذه الروينه وهذا الشيء اللي وقع مباشره غادي يجي رئيس الوزراء السنغالي في زياره رسميه الى المغرب. واش غادي نقول لكم؟ المغرب عطاها على ودنو مزيان وسمعوا الهضره مزيان ونقى له ودنو مزيان، وهالكلام جاي وغتفهموا. وعطاه المغرب الرد اللي كيستحق على ديك الاحداث اللي وقعت كامله. المهم طبقوا عليه ديك المثال ديال قصف الجبهات وضربوه غير بالبارد. سمعوا الرد مزيان اللي خدا رئيس الوزراء السنغالي من نظيره رئيس الوزراء المغربي عزيز اخنوش. خليه الانتصار الحقيقي لا يقاس بالنتائج بل بتوظيف الرياضه في التنميه والحضور الدولي. وهذه بمثابه صفحه على وجه رئيس الوزراء السنغالي بمجرد ما وصل للمغرب. وغنشوفوا كذلك شنو رد عليه رئيس الوزراء السنغالي على الفضيحه اللي دارها المنتخب ديال بلادو في النهائي. ولكن من بعد ما نسمعوا شنو قال رئيس الحكومه المغربيه، كيأكد اخنوش تحت القياده الرشيده لملك البلاد محمد السادس الملك يتبنى رؤيه شامله تجاه الشباب والرياضه تقوم على اعتبار ان الرياضه رافعه للتنميه وجسر للتقارب بين الشعوب والثقافات وليس مجرد منافسات او نشاط ترفيهي. وأوضح يوم الاثنين في كلمة خلال أشغال الدورة 15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية السنغالية أن الانتصار الحقيقي في المجال الرياضي لا يقاس فقط بالنتائج بل بمدى توظيف الرياضة
كأداة للتنمية البشرية والاقتصادية وتأسيس الحضور الدولي للدول الإفريقية. وهذه كتجيني أحسن صفعة وأحسن رسالة تقدر تسمعها السنغال من بعد ديك الفضيحة وديك الروينة اللي دارت. بكل بساطة المغرب قال لهم غير بالصحة والراحة التتويج، غير بينوا لينا شنو غديروا من تنمية للقارة وكيفاش غتدفعوا بها نحو التقدم. والمغرب فقط بغى يدافع على القارة ويشرف القارة الإفريقية. والمغرب ما كيخدمش غير على بلادو وعلى السمعة ديال بلادو، كيخدم باش يعطي الصورة وانطباع زوين وإيجابي على القارة كاملة. وجزء من هذه الخدمة هذه تنظيم كأس إفريقيا اللي كان في المستوى وكينافس البطولات والتظاهرات الأوروبية. المغرب بغى يعطي صورة زوينة ويمحي ديك الصورة الخايبة اللي واخدها العالم كامل على القاره الافريقيه. من قبيل غير مكلخين، غير متخلفين، غير همج، ما نقدروا نديروا والو. ولكن لا حياه لمن تنادي، ما كاينش معامن. وكان الجزاء والخلاص من الجيران ديالنا واقرب الناس لينا وخوتنا، كيف ما شفتوا اثناء منافسات كاس افريقيا وفي النهائي ديال كاس افريقيا وحتى من بعد النهائي. اثناء المنافسات ديال كاس افريقيا شفتوا الجزائر ديك الاعمال اللي كانت الاعمال الصبيانيه، الافعال ديال البراج ديال الدري صغار اللي كانت كدير. وفي النهائي شفتوا الافعال الصبيانيه ديال المنتخب السنغالي والجمهور السنغالي. راكم شفتوا كل شيء على عينيكم. كنحسب ليهم كيطعنوا في المغرب، ولكن هما في الحقيقه كيطعنوا غير في راسهم وكيطعنوا في الشرف ديالهم وكيطعنوا في البلاد ديالهم، واكثر من هذا الشيء كيطعنوا في القاره ديالهم، لان بشكل او باخر المغرب جزء منهم من القاره ديالهم. فعاود اننا ما ندعموا بعضياتنا ونتغاضوا على الاخطاء ديال بعضياتنا وعلى الثغرات ديال بعضياتنا ونحفزوا بعضياتنا ونشوفوا الجانب الايجابي ديال بعضنا. كنقلبوا على الثغرات، كنقلبوا منين نشدوا بعضنا، كنقلبوا منين نحفروا لبعضنا، كنقلبوا كيفاش نطيحوا بعضنا. والخاسر من هذا الشيء كامل هي القاره الافريقيه، وهما جزء من القاره الافريقيه، وعطاو للعالم واحد الصوره خايبه وواحد الصوره سلبيه على القاره الافريقيه. وحتى رئيس الوزراء السنغالي دوا على هذه القضيه وقال ان الزياره ديالو للرباط ليست لتهدئه ما بعد نهائي الكان، بل للارتقاء بالشراكه التي بين بلدينا. والرياضه لا تختزل العلاقات التاريخيه بين المغرب والسنغال. يعني ببساطه كيقول هذا رئيس الوزراء انا ما جيتش للمغرب على قبل الرياضه وعلى قبل داكشي اللي وقع في النهائي، جيت لهنا من اجل الارتقاء وتطوير الشراكه اللي بين المغرب والسنغال. يعني كيقول ما خصناش ندخلوا الرياضه في السياسه والمشاريع التنمويه. ايه مزيان وانا كنتفق معك، ولكن علاش بلادك والمسؤولين ديال بلادك كيدخلوا السياسه في الرياضه وكيخلطوا كل شيء؟ وهذا الشيء بشهاده واعتراف من رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم اللي كاين في الحكومه ديالك باعتبارك رئيس الحكومه ورئيس الوزراء. واكثر من هادشي شنو الموقف ديالك على ديك الكلام اللي قالوا رئيس الاتحاد السنغالي؟ وعلاش ما منعتوش يقول داكشي اللي قال؟ ولا على الاقل حتى خرجتوا ببيان كتكذبوا ولا كتنفيو داكشي اللي قال، بحكم انه اساءه وطعن في السمعه ديال المغرب والشوهه اللي شواكم نتوما وفضحكم وفضح الخطط ديالكم. ما فهمتش انا هاد السياسه كي دايره، كتسلموا علينا بيد وكتصرفقونا بيد اخرى. والله ما فهمت هاد الناس كي دايرين. البارح مسؤول سنغالي جمع الصحافه وما خلى في المغرب غير اللي نسى، واليوم جاي رئيس الوزراء برجليه للمغرب وماشي باش يعتذر ولا يطلب السماحه، ما جيش هو يدوي في الموضوع كاع. خليك اسيدي انا جاي لهنا من اجل الارتقاء بالشراكه ديال بلدينا. واش كون فوزي القرع خرج بديك قرع واش كون فوزي القجع خرج بديك التصريحات؟ واش كانت السنغال غتسكت وتقبل الامر عادي؟ ما كنظنش، اكيد لا. وحتى هذا راه مسؤول سنغالي كبير، رئيس الاتحاد السنغالي. واخطر من هذا الشيء قال لك اسيدي مسؤولين كبار في دوله السنغال والسلطات العليا في السنغال عندها دخل في ديك الروينه كامله اللي وقعت في النهائي. وماشي بعيد حتى هذا رئيس الوزراء يكون متورط في القضيه وداير راسو ما جايب للدنيا اخبار وما في راسو ما يتعاود. والله العظيم هذا الشيء كيحز في النفس وكيضر في الخطر. فعوض ما نحفظيه ونفسه الدول المتقدمه في التنميه وفي الصناعه وفي الابتكار وتوفير تعليم وصحه وتنميه في مستوى عالي، الا حنا داكشي كامل ما عطيناش اهميه. جالسين حاضيين بعضنا وكنطعنوا في بعضنا وكنحفروا لبعضنا، خايفين المغرب اللي يتقدم عليهم واللي يبان حسن منهم. فعوض ما ينافسوه على الخير والتقدم والتنميه باغيين يهرسوه ويهبطوه للمستنقع ديالهم، مستنقع الجهل والتخلف والاميه والعصبيه والفتنه. ديك الساعات عاد غادي يرتاحوا بان المغرب راه بحالهم وما تقدم ما دار حتى وزه. بكل بساطه واختصار المغرب كيهزهم كيطلعهم ديك القاع، كيبغي ينتشلهم ويهزهم ويجرهم ديك القاع، وهما كيجروا المغرب كيجروه وكيهبطوه لعندهم. هو باغي ينقذهم من ديك التخلف وهما باغيين يردوه
ويهبطوا لديك التخلف ولديك المستنقع. يلا دابا هادو ماشي تسطى معاهم، ماشي تحماق معاهم، الله يهدينا وصافي، والله العظيم الله يهدينا ويرد بينا على بعضياتنا. وإلا بقينا بهاد العقليه وبهاد المنطق عمرنا في حياتنا نديروا شي وزه ولا نزيدوا للقدام، واخا يوصل العالم ما نعرف فين وصل، والعالم عبد الله كتشوفوا فين وصل، وحنا مازالين هذا يحفر لهذا، هذا ينصب على هذا، هذا يخلق الفتنه لهذا، هذا يشعل الفتنه لهذا. فوقاش غادي نوصلوا لديك التقدم؟ فوقاش غادي نوصلوا لاننا نوليو حتى حنا كفء للدول المتقدمه في العالم؟ فوقاش غادي نوليو حتى حنا العالم يشوف فينا ديك النظره ديال الاحترام والتقدير وديال الاجلال؟ فوقاش غادي نوليو غير نوليو غير بحال غير نوصلوا للمستوى ديال ان العالم يشوف فينا واحد النظره، ما يشوفش فينا ديك النظره ديال الاحتقار، ما يشوفش فينا ديك النظره ديال الازدراء، ما يشوفش فينا ديك النظره ديال اننا تحت منه، ديال اننا دونه، يشوف فينا ديك النظره ديال التكافؤ، ديال بحالنا بحالو ولا حنا احسن منه. فوقاش؟ ولكن كيبان لي انا بهذا الشيء هذا وبهذا الصداع وبهذه المشاكل وبهذا التخلف وبهذا الجهل وبهذه العنصريه وبهذه الفتنه اللي كنحفروا بعضياتنا وبهذا الخبث، ما غادي نرجعوا للور، ماشي غادي نزيدوا للقدام. والله العظيم الله يهدينا ويهدي بينا. هذا ما كان، نتمنوا من الله يجعل لنا الخير، ونتمنى من الله يهدينا على بعضياتنا ويوفقنا اننا نسعاو ونطلبوا الخير ونتمنوا الخير لبعضياتنا. هذا ما كان الاخوان، ما غاديش نزيد نطول عليكم حتى لهنا، غادي يسال الفيديو ديالنا. الى عجبكم الفيديو اعطيونا لايك، اشتركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيه كنوع من الدعم باش نستمروا في هذا المحتوى هذا. اللي عنده شي تعليق، شي اضافه كيف ما كانت، شي حاجه ضدي ولا نقل شي معلومه غلطه، ولا المهم شي تعليق ولا شي اضافه ولا شي تصحيح ديال شي معلومه كيف ما كانت، ما تبخلوش بيا عليها في التعليقات، غادي نكون لكم من الشاكرين. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش تعم الفائده وباش يستافدوا الناس وباش يعرفوا الناس هذه الحقائق ويوعاو. فهمتي؟ احنا عندنا الازمه ديال الوعي. حتى لهنا، السلام عليكم، تهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد، في امان الله.